السلام عليكم، حياكم الله. صلينا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة كبرى، وهو حصل في همدان وليس في تهامة كما بيروج له البعض. أما بالنسبة لما حصل بهذا الفيديو أن سائق الشيول قام برفع السيارة إلى الهواء ومن ثم رماها إلى الأرض، وبعد ذلك أتوا أصحاب السيارة ورجعوا يلاحقوا صاحب الشيول. أما بالنسبة عن أسباب قيام سائق الشيول بهذا العمل، سائق الشيول اشتغل هناك في أرضية تابعة لبيت دودة، وحصل خلاف فيما بينهم البين، ولم يحاسبوا صاحب هذا الشيول وحجروا أيضا عليه أن يبقى في المكان. ورجع هذا سائق الشيول ما قصر يأخذ السيارة ويرميها إلى الأرض، لأنه بلاد فوضى لا قانون ولا أمن، ولو كان هناك دولة ونظام وقانون ما تجرؤوا هؤلاء أن يحجروا على سائق الشيول أن يبقى في الأرضية، وما تجرأ أيضا هو أن يعمل هذه الحركة الهمجية. فهذا كل ما حصل في بلاد العجائب والغرائب، وتحياتي لكم وفي أمان الله.